مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. النيران تلتهم شاحنة كبيرة على الطريق بين مراكش وأكادير. لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. اندلع حريق مهول صباح يوم الأحد 11 من فبراير الجاري في شاحنة من الحجم الكبير بطريق السيارة الرابطة بين مدينتي أكادير ومراكش على مستوى منطقة أمسكرود المعروفة بطريق الموت. ووفق المعطيات المتوفرة فإن الحريق الذي تجهل أسبابه ألحق خسائر كبيرة بالشاحنة التي احترق جزء كبير منها، فيما لم تخلف الواقعة أي خسائر في الأرواح. وقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث عملت على إخماد الحريق الذي اندلع بالشاحنة، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحريق. ويشار أن هذا الطريق يعرف حوادث كثيرة بسبب منحدرات ومرتفعات تفوق قدرة محركات العربات الثقيلة، مما يؤدي أحيانا إلى اشتعال النيران في المحركات.